بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى حبايبي كده معايا نتفرج على الفراخ الكنتاكي اللي احنا عملناها دي. جميلة جدا ومقرمشة جدا ووصفتها سهلة ولذيذة كده، وان شاء الله فيديو هيبقى خفيف عليكم. وعملنا كده في حاجات كتير. تعالوا بقى هنتفرج على الفيديو مع بعض، وهتتفرجوا بقى على الوصفة بالكامل. اللي حابب بقى كده يدخل يعمل لي بقى كده لايك من اول الفيديو، ان شاء الله هيعجبه. وتعالوا بقى كده نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وندخل بقى حبايبي على الوصفة. أنا كده معايا فراخ، يعني ممكن قطع فراخ دبابيس، ممكن أجنحة فراخ كده. أنا بعمل طبعا دي فراخ بيتي، بقطع كده الجناح ومعاه بقى اللي هي الكتف الصغير ده بيبقى معاه. المهم زي ما انت عايزاها فراخ سليمة وتقطعيها الوراك الدبابيس زي ما انت تحبي المتوفر عندك. جبت كده بولة ومعايا كوباية لبن ومعايا حوالي 4 معالق نشا. بس هو ده كل المكونات. معلقتين نشا على معلقتين دقيق. ومعايا بقى البهارات، ما تكتريش بهارات، ملح وفلفل وبابريكا. لو عندك توم باودر بصل باودر حابة تحطي، انا ما حطيتش. انا حطيت شوية كزبرة بتبقى جميلة جدا، والثوم والبصل ما كانش عندي عشان احط، فحطيت بقى بدلهم بابريكا وبهارات فراخ. بهارات الفراخ بتاعتي كانت بتقضي عندي كل حاجة. زي ما انتوا شايفين هي مشكلة من كل حاجة عشان اجربها. في وراك كان ورك كده مقطعاه الدبوس لوحده، وقسمت كده الورك، وبعدين بقى انا منغذاهم كويس جدا بالسكين. حطيت بقى كوباية اللبن وحطيت نص معلقة بودر معاه، بيكنج باودر، ده بيخليه جميل جدا. ونقعت بقى الفراخ في التتبيلة بتاعة اللبن، وحطيت سنة خل كمان لان الخل بيساعد على السوا بسرعة. جينا بقى نعمل رز. انا عندنا هنا ولادي صراحة مش بيحبوا الرز البسمتي، هي طبعا بيتعمل معاها الرز البسمتي بس انا ولادي مش بيحبوه. فطبعا هعمل وصفة هعملها برز مصر عادي. وكمان انا مش عملت بقى كده معاهم رز جديد شوية. حطيت كده قطعتين لحمة مفرومة على قطعة يعني على بصلاية كده وفرمتهم مع بعض. وبعدين حطيت بقى كده معلقة سمنة بلدي ونزلت بقى كده عليهم بالخلطة دي، البصل مع اللحمة المفرومة. وتبلتها بقى بملح وفلفل وشوية كاري وكركم بس، ما تزوديش عن كده. وحطيت برضو شوية بهارات فراخ من اللي انا حطاها للفراخ عشان تبقى الرز كده الوصفة كلها متطعمة ببعضها. زي ما انتوا شايفين انا استنيت بقى لما اتعصجت خالص والسمنة كده بقت على الوش. نزلت بقى كده غسلت كمية الرز اللي هتقضينا يعني وحطيتها، وبعدين قلبت بقى كده الرز، عايرت المية. طبعا الرز المصري كوباية الرز بتاخد كوباية مية، مش زي البسمتي خالص. سيبته بقى كده على النار، غطيت عليه عشان بقى يستوي كده براحته. جبت بقى الكفر الخارجي، معايا كوباية دقيق وكوباية نشا والبهارات، برضو نفس البهارات اللي احنا حاطينها، فلفل وملح وبابريكا. وزودت بقى كده الكاري شوية، لو عندك بودرة زعفران حطي كده نقطتين عشان يبقى صفرة كده الفراخ ولونها حلو. حطيت بقى شوية كركم كمان معاها، قلبت الخلطة كلها مع بعضها. ومعاها كمان ربع معلقة بيكنج باودر برضو، بيخلي كده الطبقة الخارجية دي هشة وجميلة. معايا بقى بولة فيها مية، هاخد بقى كده من التتبيلة اللي انا عاملاها. طبعا التتبيلة سايلة فبغطس كده فيها قطعة الفراخ، واجيب بقى كده في الكفر اللي انا عاملاه وبقى احطها في المية واحطها تاني. كل لما تبقي عايزة يعني الطبقة كتيرة يعني سميكة كده اللي حطيها مرتين او 3. انا صراحة ما حطيتهاش غير مرة واحدة لان هي كانت في الكفر اللي هو اللي كانت محطوطة فيه، فقلت بقى كفاية كده. طبعا شكلها جميلة، واعملي لها كده يعني ايه الخرفشة دي عشان تديكي نفس الاشكال. طبعا لازم بقى معانا كده زيت غزير. حطيت بقى كده الزيت في الطاسة يعني على النار، وبدأت بقى هقلي فيها. بس سبتها تريح شوية كده عشان الكفر ما يقعش بقى من عليها. طبعا ما لقيتش يكفي ده زيت، فقلت بقى احطها في حاجة اصغر. انا جيت احطها كده، كنت بجربها بس يعني لقيتها كده مش هتبقى مغطياها كلها. جبت بقى حاجة اصغر وزودت كمية الزيت وحطيتها بقى. زي ما انتوا شايفين طلعت جميلة جدا مقرمشة والله. يا ريتني ما كنت منتجت القطعة دي معاكم عشان اوريكم سر القرمشة. دي بقى بطاطس انا بعملها كده زي مقبلات، طريقة جميلة جدا للشيبسي. كنا الولاد فرحانين بيها جدا جدا. الرز زي ما انتوا شايفين اتشرب اهوت. عملت ده كاتشب بيتي. ان شاء الله هنعمل كل الوصفات دي مع بعض في فيديوهات جاية اكتر باذن الله. بس بقى لو عجبكم الفيديو تنسونيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب واشتراك بقى في القناة. بصوا بقى حبايبي انا قدمت الاكل. حطيت بولة الكاتشب دي جميلة جدا، والبطاطس والفراخ كانت كميتها جميلة، وهي شكلها صراحة يغني عن يعني عن الكلام والله.
الرز بقى كان جميل. جربوا الرز اللي هو باللحمة المفرومة ده، كان طعمه خيال وريحته جميلة جدا. جربوا بقى الوصفة كده، ولو عجبتكم ادعولي بقى دعوة كده من قلبكم، وإن شاء الله أشوفكم في وصفات أكتر وأكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.